صباح الخير، صباح الفل، صباح الياسمين، صباح جديد وفرصة جديدة بالحياة. فرصة لحتى نتغير ونغير. صباح كله تفاؤل وكله أمل. شوف الشمس ما أحلاها. أنا بس تطلع الشمس بتفائل كتير. اليوم رح نعمل المكدوس، بس مو أي مكدوس، المكدوس على أصوله. ومثل ما بيقول المثل، مو كل من صف الصواني قالوا عنه حلواني. اليوم رح نبهكن على كل القصص والتفاصيل يلي بتخليكن تاكلوا أطيب مكدوس ممكن تدوقوه بكل حياتكن. مثل ما شايفين هاي الكمية يلي رح نعملها اليوم. طبعا الكمية اللي رح نعملها اليوم مو كتير كبيرة. رح نبتدي أول شي بالباذنجان. رح نقطع أول شي العودة أو نقص العودة ونترك راس الباذنجانية مغطى مثل ما شايفين بالضبط. هذا الشي بخلي راس الباذنجانية بعد السلق يضل أبيض ويحافظ على لونه. يلي تابع طبعا فيديو المخلل رح يشوفوا انه بنفس الطريقة سلقنا الباذنجان لحتى نساوي مخلل الباذنجان. يعني المكدوس ومخلل الباذنجان فيكم تعتمدوا نفس الطريقة بالبدايات، بقصد عن السلق. طبعا في كم شغلة بتخص المكدوس إذا ما عملتوهن بتخسروا طعمة المكدوس تماما. طبعا أنا عم شوف هذا الشي على النت وعم بتفاجئ فيه. أنا رح نبهكن على كل شي أول بأول بكل مرحلة بنوصل. الصراحة أنا من عشاق المكدوس وباكله لأنه طيب كتير، يعني مع كاسة شاي الصبح ولا أروع. بس إضافة إلى أنه هو طيب، هو كمان مفيد. يعني هو طبق غني ومفيد أكتر مما قد تتخيلوا. يعني مثلا الجوز البلدي، أو مثل ما بيسموه حبايبنا بمصر عين الجمل، بيحسن المزاج ومفيد كتير للدماغ لأنه بيحتوي على أوميجا 3 وبيحتوي على فيتامين إي يلي بيساعد كمان على تحسين البشرة. إذا بدنا نحكي عن الثوم مثلا، بقوي جهاز المناعة، بيكافح القلق والتوتر، وبيوقي من الخرف والزهايمر. هي غير انه اصلا الثوم هو مضاد التهاب قوي. واذا بدنا نحكي عن الفلفلة الحمراء مثلا، تحتوي على فيتامين سي بنسبة عالية جدا وبيساعد على امتصاص الحديد. يعني هو غذاء مثالي لمحاربة نقص الحديد، وبيساعد على انتاج الكولاجين المفيد لنمو وتحسين صحة الشعر. والحار منه بيساعد على انقاص الوزن. هي غير الباذنجان يلي بيحوي على البوتاسيوم وفيتامين بي 6 وفيتامين سي، وبالتالي بيساعد على محاربة التجاعيد وعلامات الشيخوخة. هاد غير زيت الزيتون يلي أصلا فوائده لا تعد ولا تحصى. فتخيلوا كل يوم الصبح الواحد بياخد نسبته من هاي الفيتامينات يلي بتساعد وبتقوي الجسم. يعني نحنا مو بس عم ناكل أكلة طيبة، لا، عم ناكل أكلة طيبة وعم بفيد جسمنا فيها كمان. المكدوس بالنسبة لنا هو كان نوع من أنواع المونة، فإله موسم معين بنساويه بكميات كتير كبيرة لطول السنة. فلما بتساويه ست البيت كانت تستعين بصديقاتها أو جاراتها أو أخواتها، فكان يعمل لمة وجمعة لحتى نقدر نساويه. يعني كان في جو من الألفة والحب لحتى يتساوى هذا الطبق. يعني فينا نقدر نقول إنه هو طبق بطعمة الحب. طبعا هذا الحكي ما بينطبق على المكدوس بس، كان ينطبق على كل أنواع المونة بدون استثناء. هلأ هون خلصنا تقطيع العيدان، بدنا ننتقل للمرحلة يلي بعدها يلي هي مرحلة السلق. هلأ هون بدنا نحط الباذنجان بالطنجرة. طبعا بدنا نحط كمية نقدر نغمرها بالمي ونغطيها. يعني هلا هدول الكمية هي رح اسلقها على دفعتين مو دفعة واحدة. شوفوا بهي الطريقة، لأنه هلأ بدي أغطيها بحيث إنه المي توصل لكل الباذنجان لحتى ينسلق منيح وما ينتزع لونه. بهي الطريقة شايفين كيف؟ يعني أنا حطيت هذا الغطا لحتى أضمن إنه كل الباذنجان يكون تحت المي، ينسلق بشكل جيد جدا. بهي الطريقة رح أحط طبعا فوقها تتقيلة لأنه الباذنجان بضل بيطوش كتير. وهلأ رح استناه لحتى ينسلق بطريقة يكون استوى بس ما فرط. يعني يكون استوى من جوا بس لسه محافظ على قوامه، ما بدي يوصل لمرحلة انه يكون فرط. هلأ هون في طريقة نتأكد فيها انه الباذنجان استوى. بدنا نحط ايدينا بمي باردة، شايفين بهي الطريقة،
وبعدين بدنا نتأكد نلمس الباذنجانة بهي الطريقة ونتأكد انه هي استوت. هلأ هون مبين انه هي استوت تماما، بس هي لسه متماسكة ومحافظة على قوامها وشكلها. هلا هون بدي شيلها وفورا حطها بالمي الباردة مباشرة لحتى يبلش يبرد الباذنجان بالطريقة اللي شايفينها. طبعا هاي المي الباردة اللي عم نحط فيها رح تسخن لأن الباذنجان حار جدا، فبالتالي رح نضل نبدل المي كل 5 دقايق، كل 10 دقايق، أو كل ما احتاج الأمر. هلأ رح أحط دفعة الباذنجان الثانية بنفس المي السخنة مشان اكسب الوقت. فبدل ما كب المي وترجع المي تسخن من أول وجديد ومدة يعني بتاخد وقت كتير، لا، فورا بحط باقي الباذنجانات بالمي السخنة وبرجع بحطهم على الغاز. طبعا ما بيأثر، ما في أي مشكلة بالموضوع. هاي الوجبة رح تكون أسرع من هديك الوجبة. شايفين المية اللي كانت باردة وحطت فيها الباذنجان؟ طبعا هاي المي سخنت مباشرة بمجرد انه حطينا الباذنجان، مشان هيك رح استعين فيها وحط منها على الطنجرة او الوجبة الثانية اللي بدي اسلقها، لانه هاي المي اللي عم حطها هلأ صارت سخنة اكيد. هلأ بمجرد انه تأكدت انه تغمر الباذنجان بالمي، طبعا انتبهوا لا تحرقوا ايديكم، لانه هاي الوجبة مو مثل اول وجبة، هاي الوجبة سخنة كتير. هلأ رح احطها على الغاز والتفت للباذنجان المستوي. بدكم تنتبهوا يا جماعة ما تحرقوا ايديكم. شوفوا هاي المي سخنت، هلأ بدي كبها، مبين بالفيديو انه سخنة، شوف ما عم بقدر امسكها حتى. هلأ بدي كب هاي المي وارجع اضيف مي باردة من الحنفية مباشرة، وابتدي بعدين بتقميع الباذنجان مثل ما رح تشوفوا بالفيديو. هلأ شوفوا كيف راس الباذنجان ابيض ومن احلى ما يكون، السلق ناجح ومثالي تماما. شوفوا ما احلى ولا اروع. شايفين كيف مرحلة السلق تقريبا هي نص نجاح الباذنجان، فإذا السلق نجح فأنتي وصلتي لنص المرحلة تقريبا بسلام وبأمان بإذن الله. هلا بكل مرة ببدل فيها المي طبعا الباذنجان بيصير أبرد، فبيحتاج لمدة أطول لحتى تغيري المي. ما في عدد معين لتبديل المي، لأنه هذا الشي يعني حسب درجة المي الباردة اللي عندك. بس كتير مهم إنه نبرد الباذنجان منيح مشان ما يسود قلبه. هلا رح أقمع كل الباذنجانات واتركهم بالمي الباردة لحتى يبردوا على مهلهم. والوجبة الثانية رح أعمل فيها نفس الشي واتركهم للمساء لحتى يبردوا تماما. هلا هون خلصت تقميعهم، طبعا هذا القمع للكب ما في فايدة منه، ورح اترك الباذنجان ليبرد. شايفين منظرهم ما أحلى؟ منظرهم بشهي روعة. هلا هون بعد كذا ساعة الباذنجان برد تماما، بدي شيله من المي وبدي بلش انه ملحه. بالنسبة لموضوع الملح هون لازم نبهكن على نقطة كتير مهمة، انه ما بيصير نملح بملح الطعام العادي، لانه اذا ملحنا بملح الطعام العادي خسرنا المكدوس تماما ولا استفدنا منه ابدا. لانه اذا ملحنا بالملح العادي الباذنجان يهتري وبيصير للكب تماما ما بيضاين معنا. مشان هيك لازم نحن نستعمل الملح الصخري، او في ناس بتقوله الملح الخشن. هذا الملح نستخدمه بالمونة لانه بيساعد انه المونة تحافظ على نفسها لأكبر وقت ممكن. الموضوع مو بس بالمكدوس، بكل المونة، بس المكدوس أكتر شي حساس بالنسبة لهذا الموضوع. هلا رح يجي شخص ويقول لي ليش إنه مثلا ما نملح بالملح العادي؟ شو بتفرق؟ بتفرق كتير، لأنه الملح العادي فيه مادة اليود، ومادة اليود بتخرب المونة وما بتساعد على حفظها. هلا هذا الملح يلي عم بحكي عنه مثل ما شايفينه ملح الخشن أو الصخري حسب انتو شو بتقولوا له. هلا رح نبلش نملح. هلا اول شي بدنا نجيب اي نوع قماش بيساعد على تصفية المي، شاش، اي نوع قماش. هلا زمان نحنا كنا نحطه باكياس لانه كنا نعمل كميات كبيرة، بس اكياس بتساعد على تصفية المي. هلا هون انا عاملة كمية صغيرة مشان هيك رح احطهم بهي الشقفة. طريقة التمليح مثل ما شايفين، اول شي بنفتح بطنة للمكدوسة في من جهة البطن مو من الظهر، بنفتحها بالسكين وبعدين بالأصابع الثلاثة بناخد كمية ملح. شوفوا كيف بالفيديو 3 أصابع شايفينهم، وبعدين بنحط بنحشي بطن المكدوسة، وبعدين
بنحط ملح على المكدوسة من برا بشكل كامل، وبنغط راس المكدوسة بالملح. بهاي الطريقة بتحفظي المكدوس وما بيطلع معك مالح. هاي الكمية اللي عم تنحط بتخلي يعني مناسبة للمكدوس تماما. بهاي الطريقة مثل ما شايفة تماما. طبعا هو لسه ما صار مكدوس، بعده باذنجان، بس هو مشروع مكدوس يعني. هلأ بنصفه بشكل دائري تقريبا، وبيكون البطن لجوا، يعني البطن اللي حشيناه بيكون لجوا للداخل مو لبرا. هاي طريقة صف المكدوس، سواء كان وقت التمليح أو وقت الحشي، بنفس الطريقة. هلأ رح نملح الباذنجان كلياته وننتقل للمرحلة يلي بعدها. طبعا مرحلة تمليح المكدوس من أصعب المراحل، لأنه إذا كان ملحه زايد شوي فخلص مثل كأنه زدتي ملحة الطبخة، يعني ما بيعود يتاكل، ما بتعودي تستمتعي فيه. وإذا كان ملحه ناقص فما بيتحمل أصلا، ما بيضاين، بيخرب. فمشان هيك يعني مرحلة التمليح شوي صعبة. أنا دقت المكدوس عند ناس كتير، بيكون من أحلى ما يكون، أروع ما يكون، بس مشكلته إنه ملحه زايد، يعني تنضرب الطعمة كلياتها سبحان الله. بس بطريقة التمليح اللي عم قلك إياها بإذن الله بيطلع المكدوس والأروع. هلأ هون خلصنا من الباذنجانات، وبدي اكبس الباذنجان. أول شي بدي ضب القماشة بالطريقة يلي رح تشوفوها، ضبها كتير منيح، وبعدين بالمكان الكبس أو المكان اللي بدكم تحطوه فيه بترفعوها عن الصينية أو الزبدية أو الطيجونة اللي انتو حاطين فيها. كتير ضروري انه ترفعوها مشان تصفي المي. وبعدين بتحطوا فوقها تتقيلة تكون بتناسب الوزن يلي عندكم لحتى تنزل كل المي. كتير مهم انه يكون الوزن يلي عم تحطوه فوق الباذنجان وزن كبير لحتى تصفى كل المي يلي بالباذنجان، المي والملح طبعا، لانه بهاي المرحلة بيتصفى المي وبينزل معه جزء من الملح مثل ما شايفين بالفيديو. انا هون حطيت صحن وطيجونة مي كبيرة، بعدين حسيت انه الوزن مو كافي وبدلته وحطيت وزن اكبر من هيك. اتركها لبكرة المساء لحتى تصفي. هاي تاني يوم الصبح انا عم حضر الحشوة. الحشوة طبعا هي فلفلة حمراء وتوم وجوز بلدي او جوز عين الجمل. الفلفلة الحمراء اول شي بنشيل البذر منها تماما، وفي جزء من البياض الداخلي بنشيله، نشيل الراس الاخضر اللي من فوق القمع، وبنحضرها للتقطيع. هلا اذا عندك مفرمة بالبيت فيك تفرميها على المفرمة، بس انا ما عندي مفرمة، عندي خلاط، وانا ما بدي ساويها بالخلاط، فبدي ساويها على ايدي، رح افرمها لانه بالخلاط بتنفرم زيادة عن اللزوم. وهون النقطة اللي بدي نبهكن عليها كمان، يلي ممكن انه تنزع المكدوس وتنزع طعمة المكدوس تماما، انه لازم تكون الفليفلة تازة او طبيعية. في ناس كتير عم تجيب صلصة فليفلة او صلصة فلفل مثل ما بيقولوا ببعض الدول، هذا الشي بيضرب طعمة المكدوس تماما. لازم تكون الفليفلة فريش تازة. هلأ ممكن انه تحطوا فليفلة حادة او حارة او حلوة، هذا الشي بيرجع لكم حسب انتو شو بتحبوا بالبيت. اذا كانت الفليفلة حارة فبدكم تنتبهوا، بدكم تلبسوا كفوف او اي شي لانه بتأذي الايدين، حادة كتير يعني بتكون. بتذكر لما كنت صغيرة كانت ماما تنظف الفليفلة، نحن بنحب المكدوس حد او حار، فكانت ماما تنظف الفليفلة بالكفوف، ومع ذلك بيتسرب حد لإيديها، وكانت طول الليل ما تنام يعني من حدودة الفليفلة يا حرام. بس بعدين صارت تعملها بالفليفلة الحلوة، وتحط قرن فليفلة حد يكون أخضر يعني بقلب المكدوس، فبيتحول المكدوس لحار. فكانت هاي الطريقة آخر شيء مفيدة كتير ورائعة. طبعا نحن زمان كنا نعمل كميات كتير كبيرة، فكانت ماما تنظفه أول شي، تشيل البذر وتشيل الراس، وبعدين بتفرمه على المفرمة. أنا عم بفرم حوالي 1.5 كيلو فليفلة، تقريبا أكلوا معي شي ساعة. فتخيلوا لو ما كان في مفرمة وكنا نعمل يعني كميات كتير كبيرة مثل ما قلت لكم، فتخيلوا لو ما في مفرمة، الواحد بده يضل يفرم من الصبح للمساء.
فقديش التطور والعلم بيساعدوا وبيفيدوا وبيوفروا الوقت. فتخيلوا لو ما في علم ولو ما في هالتطور ولو ما في هالآلات. يعني الموضوع مو بس متعلق بأدوات المنزلية، لا، يعني تخيلوا من كم يوم كنت عم بقرأ، فقرأت معلومة صدمتني، انه زمان كانوا يعملوا العمليات من غير تخدير. متخيلين شو يعني عملية من غير تخدير وكمية الألم يلي بيعاني منها المريض؟ فقديش التطور العلمي والتطور بكل المجالات ساعدنا وريحنا ووفر من حياتنا كتير. يعني مثلا مثل الأشعة السينية يلي بتكتشف كتير من الأمراض بدون حتى ما الإنسان يخضع لأي عملية، أو تكتشف أنه هو غير مريض، يعني مو بالضرورة يكون مريض، فهو وفر على نفسه كتير من الألم، كتير من التعب، كتير من المشقة. كمان إذا بدنا نفكر بالطيران مثلا، قديش وفرنا وقديش ساعدنا أنه ننتقل بسرعة من مكان لمكان بدون مشقة السفر. مشان هيك رب العالمين كانت أول كلمة بكتابه الكريم أقرأ، لأنه العلم فعلا بيوفر كتير بالنسبة لنا كبشر. قديش العلم مهم والقراءة مهمة، لحتى رب العالمين كرم هاي الكلمة وجعلها أول كلمة بالقرآن الكريم. وكأنه رب العالمين عم بيقلنا يا بني آدم بدك ترتاح، فهاي الحل بكلمة واحدة: اقرأ. وبالقراءة الإنسان بيقدر يتطور علميا، ما بيقدر حدا يضحك عليه، ما بيقدر حدا ياكل حقه، لأنه فعلا المعرفة قوة وسلطة وراحة، وبيوجه بوصلتنا وما بيخلي حدا يضحك علينا. وبتذكر لما كنت بالجامعة قالنا دكتور انه احد الفلاسفة اسمه ميشيل فوكو قال مقولة بانه المعرفة سلطة، وهي المقولة علقت كتير بمخي وحسيت بقيمتها واهميتها لما انتقلت من بلد لبلد وما كنت بعرف اللغة. ففعلا يلي كان بيعرف لغة كان عنده سلطة على الباقيين، وكان بيقدر انه يزور بالحديث ويحكي يلي بده اياه. وهذا الشي بيذكرني بحكاية بتقول: كان يا مكان بقديم الزمان بسالف العصر والأوان لحتى كان في رئيس مافيا قرر انه يجيب محاسب أخرس مشان ما حدا يفسد عليه عن ثروته أو شو الداخل والخارج وشو هو عم يشتغل. وفعلا جاب محاسب أخرس وضل معه هذا المحاسب لسنين طويلة، وبمرة من المرات اكتشف بأنه هذا المحاسب كان عم يسرقه، فقرر أنه يحاسب هذا المحاسب. تخيلوا على الوزن، قرر يحاسب هذا المحاسب. فلحتى يقدر يتفاهم مع هذا المحاسب جاب شخص يحكي لغة الإشارة، وفعلا جاب هذا الشخص وقال له للمحاسب بأنه أنا اكتشفت أنه هو عم يسرقني، ويخليه يعترف وين راح بالمصاري وقديش المبلغ أحسن ما أقتله. فلما كان المترجم بالإشارة عم يحكي مع الأخرس أو المحاسب الأخرس، قال له عم يسألك رئيس المافيا وين رحت بالمصاري، إنه هو اكتشف إنه أنت سرقته، وعم يطالبك بإنه تعترف وين رحت بالمصاري وقديش المبلغ. فالمحاسب بالبداية نكر وكذب وقال إنه هو ما سرق. فرجع رئيس المافيا قال له للمترجم بالإشارة إنه قل له إنه هي آخر فرصة له، وإذا ما اعترف وين راح بالمصاري فأنا رح أقتله. المترجم حكى للمحاسب بأنه هي الفرصة الأخيرة إلك، يا أما بتعترف يا أما بتموت. فهون المحاسب خاف وقال له للمترجم بلغة الإشارة بأنه أنا حطيت المصاري بالمكان الفلاني تحت الشجرة الفلانية. فلما سأل رئيس المافيا المترجم إن المحاسب شو حكى، قال له هو مصر على رأيه وعم بيقول بأنه هو ما سرقك أبدا. هون رئيس المافيا عصب كتير وقتله للمحاسب. وبكل بساطة راح المترجم على المكان يلي حكاله عنه المحاسب، وفعلا اكتشف انه لقى انه في شنطة فيها 10 مليون دولار. وهون رئيس المافيا خسر المبلغ والمحاسب مات، وخبير الإشارة هو اللي طلع بالمصاري. ليش؟ لأنه معرفته عطته السلطة أو القدرة على أنه
يحصل هاي المصاري. هلا بغض النظر عن الحلال والحرام والصح والخطأ يعني بالنسبة للقصة، بس هو فعلا خبير الإشارة قدر بمعرفته انه يحول القصة كلياتها ويعمل الموضوع لمصلحته. توتة توتة خلصت الحتوتة، حلوة ولا فتفوتة؟ أنا شايفتها حلوة الصراحة، وشايفة فيها عبرة كتير مهمة، لأنه المعرفة والعلم سلطة كتير قوية بإيد صاحبها. حتى إذا بدنا نطلع حوالينا على الدول يلي تهتم بالعلم والتطور بتلاقي هي بإيدها القوة، أما الدول يلي ما بتهتم بالعلم فهي بتكون آخر الدول، غير أنه شعوبها بتعاني من الفقر وبتعاني من المجاعات إلى ما هنالك. فأنا بشوف أنه أفضل ورث ممكن الإنسان يتركه لأبنائه هو العلم، فلازم الإنسان يهتم بعلم أبنائه ويشوف ابنه شو أكتر شي بحبه ويطور له إياه وينمي له إياه هذا الشي. طبعا أنا ما عم بحكي عن علم أبصم تربح أو حافظ مش فاهم مثل ما بيقولوا أخواتنا المصاري لا، عم بحكي عن العلم الحقيقي، العلم يلي بيغير وبيطور، بيمنح الإنسان قوة حقيقية. فاستثمروا بأولادكم بالحب والعلم، لأنه هن أهم شي موجودين بالحياة. ومثل ما قال رسولنا الكريم عليه أفضل الصلاة والسلام: اطلبوا العلم من المهدي إلى اللحد، وكمان قال اطلبوا العلم ولو في الصين. فالعلم شيء كتير مهم، ورب العالمين كرمه وكرم أصحابه، مثل ما قال رب العالمين بكتابه الكريم: وهل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ فرب العالمين بالقرآن الكريم كرم العلماء، وبكل مرة كان بالصور الكريمة يربط الحكمة بالخير. عشان هيك الله ينور بصيرتنا ويرزقنا فضله علم ومال، آمين يا رب العالمين. هلأ أنا فرمت الفليفلة وفرمت الثوم، طبعا قشرته أول شي وفرمته فرم صغيرة مثل ما شفتوا بالفيديو، وهلأ عم بفرم الجوز البلدي. فيكن الجوز البلدي تفرموه بالسكين، وفيكن تقطعوه بإيديكم بهاي الطريقة مثل ما شايفين بالفيديو، حسب انتو وين كيف بترتاحوا وأنو أسرع وأحسن بالنسبة لإلكم اعملوا. أنا هون رح أقطعه بإيدي، ويلي بلاقي صعب انه تتقطع بالهي رح اقطعها بالسكين، بس لازم يكون حجمها مثل ما شايفين بالفيديو تماما. طبعا هاي الكمية يلي انا حطيتها، الكميات ما عم ورجيكم اياها لانه هاي بترجع لكم. يعني انا بالنسبة لإلي كيلو ونص فليفلة حطيت له تقريبا 4 أو 5 روس توم، ومثل ما شايفين هاي الكمية عين جوز بلدي او عين الجمل، يعني مبينة واضحة بالنسبة لإلكم. هلأ رح احط المكونات فوق بعض، الفليفلة الحمراء ورح احط فوق الثوم، شايفين كيف مقطع، فيكن تصغروه اكتر بيكون افضل كمان. وهلأ بدي احط فوقه الجوز البلدي كلهم فوق بعض بهي الطريقة، وبعدين بدي احط لهم ملح. رح احط لهي الكمية تقريبا معلقتين ملح. طبعا انا ما فيني اعطيكم معيار معين، لانه انا بالنسبة لإلي جبت فليفلة وعملت منها مخلل وعملت منها مكدوس، فانا ما قدراني اعطيكم العيار بالضبط. بس فيكن تقولوا انه لما تملحوا لازم يكون ملح خشن، ملح خشن او ملح صخري، ملح الطبخ اياكم تقربوه على المكدوس لو مهما كان. هلا حطيت معلقتين تقريبا، لازم تكون الطعمة كيف لما بتكونوا عم تعملوا المخلل، يعني بداية الوخز للسان، مو مالح ولا ملحه قليل، لا، او قرصة، يعني يعطي للسان قرصة بسيطة بس يكون ينحمل. يعني بصبر عليه شوي لحتى يدوب الملح، اول شي بحركه تحريكة صغيرة، وبعدين بصبر عليه دقيقتين 3 لحتى يدوب الملح، لانه هاد ملح صخري مو ملح عادي، وبرجع بحركه من اول وجديد مرة تانية. هيك بتكون الحشوة بالنسبة لنا جاهزة وبرفكت. شوفوا هاي الحشوة كلها فوائد يا جماعة ولا اروع، يعني المكدوس فعلا من اغنى وافضل الاطعمة يلي ممكن الانسان ياكلها، واطيب اكيد، هذا شي مفروغ منه بس بدكم تعرفوا من ايد مين تاكلوا. هلأ هون بدي شيل الباذنجان يلي كبسته،
طبعا شوفوا خفت كميته، شايفين كيف كان الباذنجان لفوق، هلا الكمية خفت لانه نزلت المي من الباذنجان. هلا رح فضيه بطيجونة. نحن بنقلها لهي الزبدية البلاستيك الكبيرة بنقلها طيجونة، فرح فضيه فيها ورح اغسل الشقفة. كتير مهم تغسلوا الشقفة، لازم تضل نظيفة والا بينتزع معكم اي نوع من انواع المونة، لازم تحافظوا على نظافته. شوفوا الباذنجان من جوا ابيض ومن احلى ما يكون. هلا انا رح فضيه ورح اغسل الشقفة وارجع لكم، وبعدين نبتدي بحشي الباذنجان مع بعض. يعني اللي اخترع المكدوس قديش كان باله فاضي ورايق وبحب الأكل. يعني شو خطر بباله انه يحشي الباذنجان هاي الحشوة ويكبسه ويملحه ويزيته. على كل هو أكيد بتوقع انه مات لأنه هاي أكلة قديمة كتير. الله يرحمه وشكرا كتير على هاي الأكلة، الله يجعلها بميزان حسناته، لأنه فعلا هاي الأكلة ولا أروع. تخيلوا يعني هلأ هذا الإنسان يعني أكيد مات أو على الأغلب مات، فتخيلوا أنا هلأ ذكرته وقلت الله يجعلها بميزان حسنات. فأي شي بتعمله منيح بينفعك بآخرتك حتى لو كانت أكلة. سبحان الله، بحياتي ما كان يخطر ببالي قول على مخترع أكلة الله يجعلها بميزان حسناته. سبحان الله. هلأ هون بدنا نرجع بنفس الطريقة يلي ملحنا فيها، بدنا نحط الشقفة وبدنا نبلش نحشي. مثل ما شفتوا بدنا نعبي ايدنا حشوة نحشيها من نفس المكان يلي حشينا منه الملح، ونضغط باصبعنا لجوا، ما بصير تضل الحشوة برا. هاي عملية الضغط بتخلينا نعرف الكمية يلي لازمة لحشوة الباذنجان، لانه اذا كانت الكمية كتير زايدة بتطلع الحشوة لبرا وبنشيلها. اما اذا كانت الكمية مناسبة او بنضل بنحشيها لحتى نحس انه رح يطلع منا. بمجرد انه ضغطنا وبلش تطلع الحشوة لبرا معناته خلص هاي الكمية يلي لا ما بصير نزيد فوقها. بهي الطريقة بنسكر الباذنجانة وبإصبعنا بنضغط. شايفين كيف طلعت الحشوة؟ هلأ بشيل الحشوة هاي، خلص هاي الباذنجانية هيك مناسبة الحشوة إلها. بهي الطريقة لازم الحشوة ما تطلع برا، لأنه إذا طلعت برا الباذنجان كله بيروح بالزيت، حرام. لأنه لما بنزيته لما بدنا نشيل حبة الباذنجان بتضل الحشوة وما بنستفيد منها. هلأ كمان بنصفه بطريقة دائرية وبتكون البطن لجوا مثل مو شايفين بهي الطريقة تماما. هلأ بنضغط بإصبعنا هيك، شايفين كيف؟ وهلأ رح احط الباذنجانية البطن لجوا، شايفين؟ هلا ما بينت عليكم لانه هاي الباذنجانية من هاي الجهة. هلا بنحشي الباذنجانات كلياتهم وبننتقل لمرحلة الكبس. يا جماعة انتم مو شامين ريحة الحشوة؟ ريحتها يعني شيء ما عرفاني اوصف، انا مو قدراني اوصف الصراحة. شيء ولا ألذ حتى الريحة. هلا هون خلصت حشي الباذنجانات، لا ما خلصت، انا هون لسه عم بحشي بس عم ورجيكم طريقة اللي هي البطن لجوا مثل ما شايفين، وبشكل دائري بتصفوا الباذنجان. هاي الطريقة بتساعد انه الحشوة ما تطلع برا الباذنجان، وبتساعده كمان على انه تصفي ميته كلياتها. انا هون رح خلص الباذنجانات وارجع لكم. هلا هون خلصت حشي الباذنجانات، هاي الكمية اللي طلعت معي. هلا هون كمان بنفس الطريقة، شوف عم ورجيكم الحشوة. هلا بنفس الطريقة بدي سكر القماشة وارجع اكبسهم مثل لما كنت مملحتهم. هلا هون زاد عندي هاي الحشوة، رح حطها بكيس وحطها بالفريزر، ما بتنكب وما بتنتزع وما بصير لشي لانه فيها ملح، مملحة ومحطوطة بالفريزر يعني. هلا هون رح ورجيكم عملية الكبس. طبعا هاد المي اللي عندي حسيتها انه مو كافية، وزن مو كافي، مشان هيك بعد الفيديو ما برجيكم اياه، ورا الفيديو ببدل بوزن يكون اتقل. نفس الطريقة بحط زبدية
مشان المي تصفي. وبحط المصفاية اللي فيها الباذنجان فوقها، وبحط الوزن او التتقيلة فوقها. هلا انتو فيكن ما تحطوا مصفاية، بس انا بالنسبة لإلي لقيت هيك الموضوع اسهل. طبعا فيكن تقلوا باي شيء، نحن زمان كنا نتقل بجرار الغاز. مين من الناس اللي كانت تقل بجرة الغاز موجودة يا جماعة؟ كنا مخترعين. هلا هون شوفوا بلشت تصفي المي مباشرة فورا، يعني بمجرد انه حطيته التقل فورا بتبلش تنزل المي. رح اتركه لبكرة المساء لانه الدنيا كتير شوب وما بيتحمل. لو الدنيا باردة شوي بتركه يومين ممكن كمان، بس بالدنيا شوب ما بيتحمل ابدا. هاي الحشوة رح احطها بالفريزر وارجع لكم بكرة المساء. يا جماعة لازم تضلوا تكبوا المي، ولازم تتأكدوا انه ما يضل فيه ولا نقطة مي، لانه اذا بيضل فيه مي بينتزع المكدوس. يعني قبل ما نزيته لازم نتأكد انه ما ضل فيه ولا نقطة مي. كيف بنعرف؟ بتصير كمية المي اللي تنزل كتير قليلة، يعني كل ساعتين ثلاثة يجوز تنزل نقطة مي صغيرة، او ما بيعود حتى ينزل مي. بس لازم تكون التتقيلة كتير منيحة، يعني لحتى يصفي خلال يوم ونص، لانه مثل ما قلت لكم الجو حار، درجة الحرارة كتير مرتفعة. هلا هون انا بعد تاني يوم المساء مسحت، جبت الباذنجان وبدي زيته. بنجيب اسفنجة جلي تكون نظيفة مو مستعملة ابدا، يعني ناشفة تماما. بنجيبها، واذا كان في جزء من المكدوس مبيض او طالع عليه حشوة شوي بنمسحها برفق مثل مو شايفين. وبنبلش نصفهم بقطرميز المكدوس. هلا اذا عاملين كمية كبيرة بنحط اول شي زيت من تحت، وبعدين بنبلش نصف وبنزيد الزيت اول باول. اما انا عاملة كمية صغيرة فمشان هيك رح ضيف الزيت اخر شي. كمان بنصفه بطريقة دائرية، بس انا هون طبعا عندي القطرميز كتير صغير فما بيساعدني، فصفيته بالطريقة يعني الى حد ما مناسب. شوفوا المكدوس ما شاء الله، لا مبيض ولا منزوع ولا شي، من اروع ما يكون. شايفين؟ الحمد لله المكدوس ناجح وبامتياز. كتير مهم يا جماعة انه ما يضل فيه مي. عم نبه كمان للمرة الثانية، لانه اذا بضل فيه مي بمرمر وما بنستفيد شي، يعني بنخسر طعمة المكدوس تماما. هي من الاشياء اللي الناس بتقلك انا عملته تمام ومن احلى ما يكون وما ترى وملحه روعة، بس مر. ليش؟ لانه ضل فيه مي. لازم يكون نصفى من المي تماما. ولازم ننتبه انه المكدوس ما يبيض. شو يعني ما يبيض؟ انه ما يصير عليه طبقة بياض. هاي لما بنزيد عليه بالكبس انه بنسحى عنه، بيكون نشفت ميته وسهينا عنه، فبتصير عليه طبقة بياض. هاي مو مستحبة ابدا تصير على المكدوس. هلا اذا لو كان هيك شيء بسيط ما في مشكلة، بنمسحه بالاسفنجة مثل مو شايفين، يعني مثل ما عم ورجيكم بالفيديو، وخلص بيمشي الحال. اما اذا كتير بيض مشكلة يعني. هلا انا بالنسبة لي ما بيض معي الحمد لله، بس عم بعمل له تنظيفه مشان يطلع هيك عم يلمع ولونه حلو وما يكون عليه بقايا من الحشوة. هلا رح امسحهم كلياتهم وصفهم وارجع لكم. هلا هون الكمية طلعت عندي قطرميزين او قطرميز وثلاث ارباع، يعني مو قطرميزين كاملين. شوفوا كيف صفتهم، شايفين؟ بهاي الطريقة. هلا هون بدي بلش حضر الزيت. بدي نوعين من الزيت، زيت ابيض وزيت بلدي. هلا رح يجي شخص، ممكن حدا يقول لي انه ليش مو كله زيت بلدي؟ لا، ما بينفع كله زيت بلدي، لانه بمرمر اول شي، وتاني شي الزيت البلدي بيجمد. فنحن عم نعمله لطول السنة، للشتوية وللصيف، فاذا جمد مشكلة، يعني ما بتعود طعمة المكدوس طيبة. فمو شطارة انه نحطه كله زيت بلدي، مثل ما قلت لكم بمرمر من ناحية وبيجمد من الناحية التانية. مشان هيك رح نحط اما ربع زيت بلدي بثلاث ارباع زيت ابيض، او تلت زيت بلدي او اقل من التلت زيت بلدي بتلتين، او اكتر من التلتين زيت ابيض، مثل ما شايفين بالفيديو تماما. هذا الشيء مو بس بينطبق على المكدوس، كمان بينطبق على اللبنة، على كل انواع المونة اللي بتحتاج زيت زيتون. هلا بدي بلش ضيف الزيت بالتدريج شوي شوي.
لاحظ انه رح ياخد وقت لحتى يتشرب الباذنجان الزيت، لانه الباذنجان طبقات ومو بسهولة الزيت بيدخل داخلهم. هلأ شوفوا كيف، رح قرب الكاميرا، في فقاعات، شايفين كيف عم يتشرب الزيت. اذا ملاحظين على الجهة اليمين لسه فاضي القطرميز، بصبر عليه شوي لحتى يتعبى زيت تماما. مثل ما قلت لكم اذا الكمية كبيرة بنصير نضيف اول باول، بس انا لانه عندي الكمية صغيرة فخليت التزييت لاخر شي. انا هون هلا رح بلش اضغط عليه لحتى طلع الهواء ويدخل بداله زيت. طبعا هون عندي القطرميز بلاستيك بقدر اعمل هاي الحركة، بس لو كان قطرميز ازاز ما بقدر اعمل هاي الحركة، بدي اصبر عليه. والكمية يا دوبا كفت قطرميز واحد، مشان هيك بدي اضطر اعمل للقطرميز التاني كمية تانية. هون خلصت من مرحلة التزييت. لازم نحطهم بصينية او صحن، كتير ضروري، لانه مثل ما غب الزيت بعد يومين 3 بيبلش يفور ويكب الزيت لبرا، فلحتى ما يجي على الارض او على المجلة وينزعلنا الدنيا لازم يكون داخل اما صينية او صحون. مو بالضرورة تعبوا القطرميز لاخره، بس كتير مهم انه تغمروه بالزيت، وبتصبروا على المكدوس اسبوع او 10 ايام لحتى الزيت او لحتى المكدوس يتشرب الزيت وبصير جاهز للاكل. صحة وهنا. بتمنى يكون الفيديو مفيد وعجبكم واستفدتوا منه. اذا عجبكم الفيديو ما تنسوني من لايك والشير والسبسكرايب. لو حبيتوا تتابعوني على باقي المنصات موجودين بصندوق الوصف. انا رح اشرب فنجان قهوتي على رواق. استودعكم بامان الله.